ذكره عليه السلام. أنت تعرف، أنت عندما تذكر جارك كل يوم بهدية، في الأسبوع مرة تزوره، هذا التكلف قد يكون جار ليست هنالك علاقة معه، الجار مستواه أعلى منك كثير، لا يفتح لك الباب، ولكن بتقديم الهدية، بذكره، بإتحافه، بالاتصال معه تتوطد العلاقة معه. الإمام في مقام منيع، ما حاجة الإمام لنا، هو يعيش مع ربه في محضرية مستغرقة، ولكن الذي يكثر من ذكره ولو تكلفا، هذا يرجى مع الأيام أن يفتح له الباب. لا أقول للقائه، اللقاء في زمان الغيبة الأصل فيه المانع، ولكن يكون تحت رعايته. ما المانع أن تلهج بدعاء الفرج في كل قنوت أو بعض القنوتات؟ ساعة الزفاف قبل أن يعقد لك العالم اطلب منه أن يقرأ دعاء الفرج. عندما تقوم بأمر ذي بال اقرأ دعاء الفرج. تريد أن تبني بيتا كما يقال تضع حجر الأساس، اقرأ دعاء الفرج. تريد أن تسافر اقرأ دعاء الفرج. والدعاء مع رب العالمين. اللهم، وعلق على بعض الفقرات، البعض يقرأ هذا الدعاء يمر على بعض المضامين فيها لا يعرفها حق المعرفة. دعاء اللهم كن لوليك، أدعو له لأنه وليك، لولا أنه وليك ما صلتي بالإمام، صلتي به لأنه السبب المتصل بين الأرض والسماء. كما نقرأ في دعاء الندبة أين باب الله الذي منه يؤتى. اللهم كن لوليك. صلواتك على الإمام أن تكثر من أنصاره وأعوانه. صلواتك عليه أن تبيد المنافقين والظالمين في كل مكان. صلواتك عليه أن صلواتك عليه وعلى آبائه، لا عليه فقط، على آبائه. آباؤه كيف يصلى عليهم في عالم البرزخ؟ أنت عندما تصلي على النبي وآله ما المانع أن ترتفع درجة النبي بصلواتك؟ ألا تقول في التشهد وتقبل شفاعته وارفع درجته؟ يعني يا رب ارفع من درجة المصطفى. يا أبا صالح يا ابن الحسن روحي فداك، متى ترانا ونراك، فليس محبوبي سواك، فليس محبوبي